السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن مدينة المنصورة، نلتقي مع الدكتور، مع رئيس المؤسسة العاصمة الكتاب المدرسي الدكتور وليد محمد خميس. الدكتور وليد، كم كمية الإنتاج الكتاب المدرسي في اليوم الواحد؟ ممكن توضح لنا؟ أولا صباح الخير أستاذ حسين، وصباح العمل والنشاط، صباح الإنتاج. الآلات الطباعة هذه طبعا هي آلات ألمانية من شركة هيدلبرغ، تعتبر من أفضل شركات رائدة في صناعة آلات الطباعة. تنتج ما في 12 ساعة لكل آلة 100,000 فرق. طبعا أنا نتكلم عن الفرق اللي هي ورقة، اللي هي مقاس 100 في 70، توجد فيها 32 صفحة. إذا اشتغلنا على مدار 24 ساعة الآلتين ممكن تنتج 400,000 فرق يوميا كمتوسط إنتاج. هذه آلة طباعة. لنا آلات طبعا قلنا من أحدث الآلات الموجودة على مستوى اليمن، وقادرين بالنسبة للكتاب نجهز يوميا ما يقارب من 30,000 كتاب. كما ترون أمامكم هذه الآلات، وهذا هو الصباح والنشاط والإنتاج والعمل. لا تتقدم الأمم إلا بالعمل. قادرين على تغطية النقص الكتاب المدرسي في المدارس كامل إلا ما جاء الدعم كامل من وزارة التربية. نعم، إذا توفر التمويل اللازم قادرين. نحن بالسابق كنا نشتغل على مدار الساعة، كنا نشتغل حتى في الأعياد والمناسبات، كنا نشتغل في رمضان، نشتغل في عيد الفطر، نشتغل في عيد الأضحى، كل أيام السنة نحن عمل كي نغطي احتياج المدارس من الكتاب المدرسي. إذا ما توفر التمويل وهنا فرصة ناشد المنظمات، ناشد كل من له اهتمام بالتربية والتعليم وفي العلم أن يتم دعم وضع الكتاب المدرسي ليستمر العمل على مدار الساعة، وهو خدمة للأجيال. لا تتقدم الأمم إلا بالعلم. شكرا للدكتور وليد محمد خميس على هذه الخدمة التوضيحية. نتمنى ونتصل الى كل الجهات المسؤوله والمنظمات لدعم مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمه عدن. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم، وسعداء جدا بتسليط الضوء على مؤسسه جنوبيه رائده ورافده للاقتصاد الوطني. شكرا لك، شكرا لك على هذه الكلمه التوضيحيه. معكم الاعلامي حسين عقيل الشبحي من العاصمه عدن.